السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة مصطفى الزراعية، أهلا ومرحبا. فيديو جديد ومعلومة جديدة. احنا عاوزين نتكلم دلوقتي عن مرض الأقروص الخاص بالمانجا. الملحوظة اللي أنا عايز أقولها عن مرض الأقروص، زي ما كل الناس عارفة، احنا بنشيل دايما مرض الأقروص. بننزل في الطبيعي إن احنا بننزل من 30 ل 40 سم كده أسفل منطقة الإصابة، وأبدأ أعمل الإزالة بالمقص. الكلام ده ينفع فيه اثناء دورات النمو العاديه اللي هي مثلا من شهر 6 لحد شهر مثلا 8. انما من بعد شهر 11 او من بعد يعني اول شهر 11 كده ما بيهل علينا ان شاء الله، ما ينفعش اعمل الكلام ده يا جماعه. ليه؟ لان انا ببقى داخل على مرحله تزهير. لما باجي اشيل الاقروص بشيله من على القمه الناميه من فوق العقده زي ما بنقول. يعني ازاي؟ بالايد. بعمل ايه؟ يعني مثلا هنشرح مع بعض اهو. هنا مثلا اقروص اهو، فبيجي طبعا احنا واقفين هنا في حوشه نعومي. انا عندي الطراح ما شاء الله برج 2 3 والرابع مقرص. باجي بالايد اليمين وبمسك البرج من تحت، من فوق، من تحت العقده، ومن فوق بمسك بالشمال الاقروص وبشيله كده. بشيله بالشكل ده من فوق العقده. الغرض من الموضوع ده، طيب انا النهارده فوجئت لقيت ان البرج اللي تحته كمان زي ما حضراتكم شايفين مصاب بالبرد وفي مشكله. اروح نازل وشايله من فوق العقده. طيب انا النهارده الغرض ايه من الموضوع ده؟ انا لما بشيل الاقروص من لو شلته زي مثلا بيحصل فيه الاوقات العاديه ونزلت 30 سم، فانا هخسر الطراح كله وانا داخل على مرحله تزهير. ما ينفعش ان انا هنا اخسر طراح واخسر في انتاج. يعني لو انا شجره عندي فيها مثلا 5 6 طرحات فيهم اقروص، يبقى انا كده خسرت انتاجيه. تمام. لكن لو في دورات النمو العاديه اللي هي دورات النمو الخضري بقى في شهر مثلا 5 و6 و7 او في التربيه مثلا اللي هي الحوش التربيه اللي هي تحت التربيه، عادي انزل من 20 30 سم واقص بالمقص، مفيش ادنى مشكله عندي. لكن طول ما انا داخل على مرحله تزهير زي الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، احنا دلوقتي بنصور بتاريخ 1/1/2026، المفروض كده ده اللي بيتم عشان اقدر اخد تزهير تاني في التوقيت اللي انا فيه، وبالتالي ما اثرش على انتاجيه الشجره. وده كانت للعلم، وكان معكم أسامة أبو زهرة، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.